السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في ملخص حلقات الأمانة. في هذه الحلقة هذه غتبان لنا سحر مرمية على الأرض وكتحاول توقف من بعد ما كتحس بألم في رجليها. كلثوم كتحاول تشرح لعلي وكتحلف ليه باللي الموضوع ماشي كيف ما كيتصور، وهنا علي بدورو كيقول لها باللي كل شي سالا بيناتهم وبلي خاصها تخرج من حياته، وهي في المقابل كتبكي وكتطلب منه انه يسمعها ويعطيها فرصة باش تشرح ليه. علي كيعاود يقول لها تخرج من حياته، وهنا كنشوفوه كيسد عليها الباب وكيرجع لعند عمو ايناس وكيقول وكيتسائل كيفاش قدرت تخدعني، واش كاينه شي وحده تقدر دير في خطيبها بحال هكذا، كيفاش قدرت تستخدم الام ديالها في بحال هاد اللعبه. وفي هاد اللقطه غنشاهدوا العم عثمان كيحاول يهدن الكوميسير. وفي مشهد اخر غيبان لينا يمان داخل السياره ديالو وغيتلقى اتصال من نديم كيقول يمان بلي تواصل مع السيد وبلي السيد مستعد يشوف يمان اليوم. وهاد الشي علاش اتصل بيمان، وكيقول نديم اليمان بلي هاد الفرصه مزيانه وما كاين لاش يضيعها. يمان كيقول نديم يقاد ليه اجتماع مع السيد من بعد ساعتين، وبلي هو غادي يرجع للدار يبدل حوايجو ومن بعد يرجع. نديم كيسول يمان واش هو بخير، نحيت شافو خرج زربان، ويمان قال لي بلي هو بخير وبلي ما كاينه حتى حاجه مهمه. يمان غيقطع المكالمه مع نديم، وفي طريقو غتبان ليه سحر غاديه وهي كتعرج. غيوقف الطوموبيل وغيسولها مالها، وسحر غتجاوبو وغتقول ليه بلي ما كاينه حتى حاجه خطيره، غير حسات بالدوخه وطاحت في الارض، وديك الطيحه هي اللي خلات رجليها تضرها. وسولها على راسها، قالت ليه سحر راه غير ملي طحت تضربت مع الارض. قال ليها يمان يلا نمشيو للمستشفى، لكن سحر رفضات وقالت ليه ما كاين لاش، وبلي هي بغات تمشي للدار محيت يوسف غيكون كيتسناها. ومن بعد غتبان لينا سحر كتحاول تمشى بصعوبه باش توصل للدار. قال ليها يمان وهو كيشوف فيها وهي كتحاول تمشى بصعوبه بلي غيخصها 3 ديال السوايع باش تقدر تمشي لعند يوسف. وفي هذا المشهد غيبان لينا يمان كيحل باب الطوموبيل لسحر، وسحر بدورها كتمشي وكتجلس في الكرسي ديال الطوموبيل. وهنا في مشهد اخر غادي ننتقلوا لعند العم عثمان وايناس اللي غيبانوا لينا جالسين في الصالون متوترين بخصوص الكوميسير. ايناس كتسائل واش غيكون الكوميسير باقي مقلق، وفي ديك اللحظه غيبان لينا الكوميسير خارج بالزربه وهو مقلق. غتبعو ايناس والعم عثمان وغيسولوا العم عثمان فين غادي، ما غاديش يجاوبو وغيسد الباب ديال الدار. اقبال وسعاد في الغرفه. اقبال كتخاصم على سعاد وكتقول لها واش انتي مستوعبه هادشي اللي درتي، خليتي سحر مرميه في الشارع وجيتي. سعاد قالت لها وشنو بغيتيني ندير، نعاون ديك الغبيه؟ اقبال كتلوم سعاد وكتقول لها علاش ضيعتي هاد الفرصه بين يديك، علاش ما عاونتيش سحر، كان من الافضل والاحسن تعاونيها عوض ما يعاونها يمان، وبهاد الطريقه يمان غادي يسمح لك وغتكوني صلحتي داكشي اللي هرستي. وفي هاد الاثناء غيسمعوا صوت الطوموبيل ديال يمان وغيبان ليهم يمان وسحر نازلين من الطوموبيل، ويمان كيمد دراعو سحر باش تشد فيها. غتحل ليهم الخاله خديجه الباب وهي متفاجئه بشوفت سحر كتعرج وكتسولها مالها. كتجاوبها سحر
وكتقول ليها بلي طاحت وهي راجعة للدار. الخالة خديجة كتعاون سحر باش تطلع الغرفة ديالها، وهنا يمان كيطلب من منير يجيب الدكتورة. إقبال كتسول مرارا وتكرارا سعاد واش شافتها سحر ملي شافتها، وسعاد كتجاوب إقبال وهي معصبة وكتقول لها بلي راها ما شافتهاش. إقبال كتطلب من سعاد أنها ما تخرجش من الغرفة ديالها حتى تشوف الوضع كيف داير. وفي مشهد آخر كتبان لنا إقبال غادية لعند سحر وكتسولها مالها، كتجاوبها سحر وكتقول لها بلي نزل ليها الضغط وطاحت، وملي طاحت تضربات في رجليها. إقبال كتعاود تسول سحر على السبب اللي خلى الضغط ديالها ينزل، وهنا كيقاطعها يمان وكيطلب من سحر تدخل الغرفة ديالها باش ما يشوفهاش يوسف وهي في ديك الحالة. غيخرج يوسف من الغرفة ديالو وغادي يسول خالته مالها، وغتجاوبو وغتقول ليه بلي هي بخير وغير طاحت في الارض. يوسف دخله وقال ليها ياك ما غتكوني تحتي بحال ماما. غيجاوبو عمو يمان وغيقول ليه بلي هي بخير. يمان غيتلقى اتصال من نديم باش يحضر الاجتماع. يمان غيقول نديم يحضر بلاصتو ويرد البال ما يوقع على حتى حاجه بلا خبارو. نديم كيسول يمان علاش ما غيحضرش الاجتماع. كيجاوبو يمان وكيقول ليه بلي الخاله ديال يوسف تعرضت لواحد الحادث صغير. الخاله خديجه كتحط ثلج لسحر على رجليها وبجنبها يوسف وإقبال. من بعد كيدخل عندهم يمان للغرفة وكينبه على سحر ما تحركش حتى تجي الدكتورة. يوسف كيسول عمو واش خالته غتكون بخير، واش ما غتمشيش بحال ماما. كيجاوبو عمو يمان وكيقول ليه بلي ما غيوقع ليها والو وبلي هي بخير. في مشهد آخر كيتجمع الكوميسير علي مع الأب عارف وكيقول ليه الكوميسير كون غير ما شفتش الفيديو. كيجاوبو الأب عارف بلي فيها خير وخاصو يشكر الله. وفي هاد الأثناء الأصدقاء ديال الكوميسير كيتمناو يكون شاف الفيديو. وفي مشهد آخر غيبان لنا العم عثمان وإناس والأم ديال صديق الكوميسير كيتحدثوا على موضوع الكوميسير وكلثوم. الدكتورة جات شافت سحر، كتبات لها أدوية وأكدات عليهم أنها ما تنعسش الليلة بحكم الضربة اللي تلقاتها في راسها. يوسف عند خالته سحر جا عندهم يمان وطلب منه يمشي للغرفة ديالو ويخلي خالته باش تبرد غيا. وفي هاد الأثناء إقبال كتراقب سحر ويمان. يمان كيأكد على إقبال أنه في هاد الفترة اللي مريضة فيها سحر خاص كلشي يرد البال ليوسف وبالأخص هي. وهنا غنعاودو نرجعو لعند الكوميسير علي بحيث دخل الكوميسارية وهو معصب ومقلق وقال الأصدقاء ديالو يتجمعوا قدامه وطلب منهم ما يعاودوش يتدخلوا مرة أخرى في الخدمة ديالو. سعاد وإقبال في الغرفة. سعاد كتسول إقبال علاش طلب منهم يمان يهتموا بيوسف. إقبال كتقول سعاد بلي يوسف هو الرابط اللي كيربط بين يمان وسحر، داكشي علاش خاصهم يتخلصوا منه. وهكذا ما غيبقاش يمان قريب لسحر. كلثوم غتبان لينا جايه لعند صاحبتها القهوه وهي كتبكي، وصاحبتها كتسولها مالكي في هاد الحاله، وهي كتقول ليها بلي دمرات وبلي علي عرف كل شيء وهاد الشيء بسبب إناس وبلي غادي تنتقم منها. وفي نفس الوقت كتحاول تصل بعلي باش تطلب منه السماحه، ولكن صاحبتها كتمنعها وكتقول ليها بلي علي معصب دابا حتى دوز واحد الفتره وديك الساعه تعيط عليه
وهو غادي يسمح ليها. الخالة خديجة متواجدة في الغرفة مع سحر والخادمة الأخرى. ملي سمعها يمان كتأنن دخل عندهم الغرفة وطلب من الخادمة الأخرى أنها تقيس لها الضغط وتبقى معها. وقال سحر بلي غيصيفط ليها منير يعطيها الأدوية ديالها ويبقى معها باش ما يديهاش نعاس بحكم الضربة اللي تلقاتها في راسها. قالت ليه ما كاينلاش وبلي هي تقدر تاخد جوار راسها وبلي هي ما فيهاش نعاس وما كاينلاش يتشوشوا عليها. العم عثمان مخفي في الصالون وإيناس كتحاول تفيقو، وملي فاق سولها على الكوميسير واش جا ولا مازال. إيناس كتجاوب العم عثمان وكتقول ليه بلي مازال ما جاش. العم عثمان كيقول لإيناس بلي عنده الحق يتقلق الكوميسير. كيمشي وكتبقى إيناس كتسنى بوحدها في الصالون. ضياء كيحاول يلعب مع يوسف ولكن يوسف ما بغاش يلعب وكيقول لعمو ضياء بلي ما يقدرش يلعب حتى تبرى الخالة ديالو. كتدخل عندهم إقبال وهي هازة الماكلة ديال يوسف وكتطلب من ضياء انه يمشي للغرفة ديالو وياخد الدواء ديالو وهي غتوكل يوسف. إقبال كتحاول توكل يوسف ويوسف كيتسائل واش الخالة ديالو مريضة بحال الأم ديالو قبل ما تموت، واش هذا هو السبب اللي خلاها ما تقدرش توكلو. وكيقول إقبال بلي هو خايف تخليه خالته كيف ما خلاتو ماماه. إلى هنا مشاهدي الكرام كتسالي حلقتنا اليوم. كيشرفني أني نجدد بكم اللقاء في الحلقة المقبلة بإذن الله.